اسمي سهيلة. أنا أول ما وعيت على الدنيا أنا كنت بعرف إنه أنا من حمص. بعدين نحن اجوا دواعش أخذونا من دير الزور، كنا قاعدين بدير الزور، أخذونا هنيك لعندهم، كنا أنا وأمي وأخواتي سوا. بعدين بعد فترة شهرين ونص هم أخذوا أنا وأخواتي حطونا بمكان لحال وأخذوا أمي. نحن بعد ما أخذوا أمي سألناهم وين أخذتوا أمي؟ هم قالوا أخذناها بدورة شرعية، يعني مشان نسوي دروس. نحن حطونا مع أخوات كتير في مضافة، يعني كانوا اسمها مضافة، حطونا هنيك. أخوي ما يصير يقعد مع النسوان، حطوه لحال مع زلم. بعد فترة شهر ونص اجوا لعنا قال أبكم ماتت. شلون ماتت؟ قالوا طيارة قصفت دورة شرعية وماتت. بعدين ضلنا بالمضافات كتير يعني مع كتير يعني ربونا. بعدين اجى اخوي يقول انه لازم انا اربي اخواتي اخذهم، هم يقولوا له لا انت صغير ما يصير. اخوي كان صغير، كان عمره 12 سنة. بعدين فيها اخر ايام لحتى الباغوز، وبعد ما طلعنا من الباغوز على المخيم هون. طلعنا هون على المخيم، جينا هون الرفاق صاروا يقولوا انتو مو من حمص، انتو سنجاريين. طبعا احنا اول شيء ما تقبلنا هالفكرة انه نحن سنجاريين. يعني احساسي انه هلا انه بدي اروح لعند اهلي، اول شيء اني انا كنت ما متقبله الفكره وماني متذكره شيء، يعني فشوي مصدومه، يعني بدي يعني شوي فتره لحتى اتقبل. هن يعني ما اذونا بشيء ابدا، وهن قالوا لنا انه اذا هاي العائله ما كانت اهلكم نحن ما بنوديكم عليها بالغصب. وهن سووا تحاليل، يعني تاكدوا كثير. نحن ما كنا متذكرين شيء ابدا، يعني الرفاق ما كانوا راح يودوا حدا غصب عنه. فهني طلعونا وقالوا نحن نتأكد، أخذوا منا تحاليل دم هيك نتأكد، طلعتوا أنتوا سنجاريين تروحوا، ما طلعتوا أنتوا سنجاريين ترجعوا. وحتى يعني بيوم من الأيام أنتوا طلعتوا على سنجار وهاي العيلة رحتوا لعندها اكتشفوا إنه مو أهلكم، نحن على كفالتنا بنرجعكم. يعني نحن بالمخيم نسمع كثير إنه يعني اليبكة ياخذوا بنات سنجاريين يودوها لعند أهلهم، بس نحن يعني ما كنا مقتنعين نحن سنجاري، ما كنا نعرف. فيعني نشوف على التواصل الاجتماعي على اليوتيوب، نشوف شلون ياخذوا البنات سنجاري يودون عند اهلهم، يكونوا فرحانين. يعني طبعا انا بشكره انه يعني رح يودوني لعند اهلي بعد يعني كل هالسنين الطويله، انه رح يودوا كل بنت سنجاريه لعند اهلها. انا اسمي ياسمين، ساكنه بمخيم الهول، والرفاق جابونا يعني من هون، يعني عرفوا انه نحن سنجاريين وهيك جابونا لهون. احنا كنا ساكنين يعني بالمخيم مع عائلة، ونحن كنا يعني نعرف انه هني مو عائلتنا، بس ما بنعرف يعني وين اهلنا الحقيقيين او هيك او شيء. بس بعدين يعني هني صاروا يبحثوا عنا وهيك كتير، وبعدين لاقونا اهلنا، بس نحن يعني ما لنا متذكرين، ما بنعرف انه اهلنا الحقيقيين. يمكن اذا رحنا معهم او هيك يعني نتذكر شيء ونتاكد. نحن يعني مو هو يعني هيك اول ما اخذونا ما بنعرف لا اهلنا ولا شيء، يعني هني اخذونا معاهم، يعني صح بعدونا عن امنا وهيك وسكنونا معاهم، يعني مع اهل مو اهلنا. وكنا بالنظافة في ناس يعني مو كويسين كتير معانا، يعني هن مو اهلنا، يعني ما تاقلمنا. وبعدين يعني ضلينا مو كتير معاهم فترة من احنا وصغار، يعني صرنا مثلهم يعني هيك. مثل يعني أول ما أخذونا من عند أمي يعني أكيد أول شي زعلت وما كنت يعني أحبن أو هيك. أول ما أخذونا من عند أمي لمن يعني بعدوه عنا يعني كنا بتذكروا، يعني ما بتحمل هذا الشي يعني ما بتذكر انه بعدونا عن امي يعني هني سووا معنا شيء مو كويس. الشيء مو كويس انه بعدوا امي عنا وهيك، يعني هذا الشيء انا ما حبيته فيهم ابدا. بس يعني هني اول ما اخذونا هيك يعني ضلينا معاها فترة، بعدين بعدوها عنا. يعني بس بتذكر هذا الشيء، يعني ما في شيء يعني بخليني اني ما احبه. يعني كنا صغار مع امي، شلون بيبعدوا حدا صغير عن امه؟ بتخيلي حالك يعني تكون صغيرة مع امك وفجأة حد يبعدك عنها، شلون الواحد ما بيكون فرحان لما بيشوف امه.
ما في شي بيبدل الولد عن أمه. بدي يعني كل واحد يعني يتبعد عن أهله وهيك يرجع لعند أهله ويصير معاهم، يعرف من أهله الحقيقيين وهيك. يعني هو شي مو كويس يعني قدام حدا يقطعه وهيك. يعني الواحد أكيد رح يصير عنده خوف من هذا الشيء أول ما يكون معهم. أكيد أنا كنت أخاف كتير. يعني خلصونا ما شاء الله عليهم كتير كويسين، يعني ما أذونا ولا شيء، اجوا معنا بالإنسانية وحكوا معنا كويس، يعني هني فهمونا خلونا معاهم، يعني حكونا كتير شغلات، كانوا كويسين معنا كتير. متشكرة كتير إنه صاروا يساعدونا بهذا الشيء وساعدونا كتير، يعني ما بنذكر لهم هذا الجميل يعني أكيد رح نتشكروا ما رح ننساهم أبدا يعني لاقونا أهلنا بهذا الشيء نحن ما بننسى لهم يعني لكل حدا ما عنده أهل مثلنا هيك بتمنى يعني يرجع لعند أهله ويعيش حياة كويسة، يعيش يعني على راحته مثل ما بده هو، يعني هيك بتمنى له لكل واحد يصير هيك. دست بکم خیر هاتنا میوان خواهد کن هم حوالی می علاقات شنگاله هم مالبات می شنگاله کو ایرو هاتنا بونه میوان ما لروجاوا با کروجلات سوریه جبوکی ام دوکچن می ایزدی را دستی وانا بکن هر دوکچن کو دا قامپا هولیدا هاتن رزگار کرن هل بت افنه کچن یکمین و نه داوینا ام کیف خاشن کو حوالی ما مالبات می ایزدی لودرینه کو ام هر دوکچن ایزدی ام را دستی وان بکن پشتی سالین دریج ج اشکنجه ج ام همو ری بازن کل سر گلی ما هاتنا پیکانین جوی تاریتیه درکتن جیانه که نو جیانه که به اوله ناو مالبات خواه سر آخا خواه به اوله خواه به چاندا خواه جیانه که نو دست بکن يعني او جیانه لایقی وان هر دو که چانه جیانه که برومت و آزاد لایقی وانه لایقی جنین ایزیدیه جبوه جیم ام کیف خاشن جارك ديتر وام بخيراتنا واندك ام جي سريد سرناوي فرمانداريه باشه سپاسیا هزت باکور روشنات سوریه کن قصد تایبت یا پاجه ام شروان و فرمانداری و هکاش روش دا فرمانه کل سری جباک ما ازدی هاتی و مره ساکنین و جباک ما فرمان خلاص کنو حتی روزا مایی روزا دوامت که ایرو دیسا دکا چیما رزگار کرنا دست داعش الکامپا هولی دا و ایرو جیتن تسلیم کرنی ما ام وقت یا باشی وقت جباگا ازدیب تایبت سپاسیا هزید روشاوی کردستان اتکندی سجی و ویم کیف خوشن که مارا ساکنین تا نهاجی رزگار کرنا کاچو جنید ازدیادا و کیف خوشی دیاری جباگا خوی ازدید کن السيما هشت 2014 السالاغي 22 نفري مها نقرتن عائلة ما هرسي برا اش هرسي عائلة 4 نفر هاتينا 4 زاروين مهاتينا وما پیش ما بان هر دو کچکا کر الکامپا هوله بسایتا خوده و برا و حوالام هاتن ایرو افکچک مسلم عندن زاني قال لك يروم كيف خوشن يعني ها دكا جيد ما ايش دست داعش خلاص ببن يعني ابو تقريبا ابو نهسالا ما نديتين ومنزانن چه سرفو سبابا يديه وچه بيدي هاتيا يروم افديتن قال لك كيف خوشن